السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، في إطار استعداداتكم لامتحانات البكالوريا، وأتمنى للجميع التوفيق. يأتي هذا الفيديو الخاص بمفاهيم ومصطلحات مقرر التاريخ والجغرافيا حسب الإطار المرجعي لسنة 2025. سيليه فيديو آخر خاص بمصطلحات ومفاهيم الجغرافيا. إذن في هذا الفيديو سنتعرف على كل المصطلحات والمفاهيم الخاصة بتاريخ العالم، ثم تاريخ المغرب العربي الكبير، ثم تاريخ المشرق العربي. فلنتوكل على الله. إذن بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم الخاصة بتاريخ العالم، لديكم مؤتمر السلام، معاهدة الصلح، ومعاهدة فرساي إلى آخره، وهو الجزء اللي فيه أكثر عدد من المفاهيم والمصطلحات. نتعرف على هذه المصطلحات بعجالة. ممكن نديروا لها سكرين شوت وتبقى عندكم. هي هذه كما تلاحظون: مؤتمر السلام، معاهدة الصلح، معاهدة فرساي إلى آخره حسب الإطار المرجعي 2025. تليها أيضا حركة عدم الانحياز، هي آخر مصطلح اللي كاين في هذا الجزء. ندوز للمجال الفرعي الثاني اللي هو تاريخ المشرق العربي. لدينا بعض التعريفات هنا: الانتداب، حركة صهيونية، المقاومة، تيودور هرتزل، ياسر عرفات، حركة الصهيونية، الصراع العربي الإسرائيلي، جمال عبد الناصر. إذن هذه أيضا مجموعة من هذه المفاهيم والمصطلحات كما هي. ممكن كما قلت تديروا لها سكرين شوت وتراجعوها. ننتقل الآن دائما حسب إطار المرجع 2025. نشوف الآن الفرع الثالث اللي هو تاريخ المغرب الكبير. عقد الحماية، نظام الحماية، استغلال الاستعمار، الحركة الوطنية، المطالبة بالإصلاحات، المطالبة بالاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. إذن كما ترون مفاهيم مصطلحات خاصة بتاريخ المغرب الكبير. عقد الحماية، نظام الحماية، كاين فرق. ثم الاستغلال الاستعماري، الحركة الوطنية، مطالبة بالإصلاحات، مطالبة بالاستقلال والوحدة واستكمال الوحدة الترابية. إذن هذه مفاهيم ومصطلحات. كل ما ضبطتوا الدروس ديالكم كيسهل عليكم تستوعبوا هذه المفاهيم والمصطلحات. وفي انتظار بطبيعة الحال مفاهيم خاصة ومصطلحات خاصة بالجغرافيا. إذا أتمنى أن تستفيدوا من هذه المفاهيم والمصطلحات حسب ما جاء في الإطار المرجعي لسنة 2025. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.